كيبوت في المركز الأول متبوعا بسفيان البقالي، فيما سامويل فيريو الإثيوبي في المركز الثالث. كيبوت يحاول الرفع من إيقاع السباق. سفيان البقالي في المركز الثاني في غياب أي مبادرة من بطلنا المغربي الكبير سفيان البقالي. كيبوت، سفيان البقالي وفيريو ثلاثي الصدارة. سفيان البقالي بعد بطولة العالم يأمل في تحقيق رقم كبير يليق بمقام البطل العالمي الأولمبي. سفيان البقالي في غياب لاميشا جيرما يحضر صاحب الميدالية البرونزية أبراهام كيبوت الذي يقود هذا السباق. سفيان البقالي يتجاوز الحاجز المائي وباقي الحواجز في طريقه للزعامة للصدارة. مظهر مشرف للبطل العالمي الكبير سفيان البقالي الذي يأخذ زمام المبادرة في المركز الأول متبوعا بكيبوت. ونعود لسباق 3000 متر موانع والبطل المغربي الكبير سفيان البقالي على بعد لفتين من النهاية، لفتين عن نهاية السباق. سفيان البقالي يقود هذا السباق، يتزعم السباق، يأخذ المبادرة أمام أبطال كينيا وإثيوبيا. سفيان البقالي محاولة الابتعاد عن أصحاب المراكز الثانية والثالثة. سفيان البقالي نذكر الرقم القياسي العالمي في حوزة لاميشا جيرما 7 دقائق 52 ثانية 11 جزء من الثانية، وهو أفضل توقيت أيضا لهذه السنة. سفيان البقالي كل الدعم والمساندة، تجاوز الحاجز المالي بمنتهى الأناقة. سفيان البقالي تركيز كبير على سفيان، على البقالي. ندخل اللفة الأخيرة من سباق 3000 متر موانع. البقالي في زعامة في الصدارة متبوعا بالإثيوبي سامويل فيريو. اللفة الأخيرة من سباق 3000 متر موانع. بقالي فيريو، البقالي والانطلاقة في 400 متر الأخيرة من سباق 3000 متر موانع. كل التوفيق لبطل المغرب، لبطل العالم، للبطل الأولمبي الكبير، لبطل كل العرب، لقاهر الإثيوبيين والكينيين في سباق 3000 متر موانع. سفيان البقالي الانطلاقة في الأمتار الأخيرة من هذا السباق، سباق 3000 متر موانع متبوعا بفيريو. سفيان البقالي، فيريو من إثيوبيا، تنافس ثنائي فيما السلم وكيبوت. بقالي في الصدارة من جديد في الزعامة بسهولة بالغة، يتمكن من كسب هذا السباق والدخول في المركز الأول. هنيئا للبطل سفيان البقالي. أخذ المبادرة منذ ما يقارب 1200 متر، يحقق 8 دقائق